ودي المقادير اللي معانا هنا كيلو من الدقيق المنخول، وانا هنا استخدمت دقيق الضحى، ومعايا 750 جرام من الزبدة اللينة بكون مطلعاها من التلاجة قبليها بفترة قصيرة بحيث ان هي تبقى طرية معايا وفي نفس الوقت تبقى لسه ساقعة، يعني مش عايزاها بدرجة حرارة الغرفة او ان هي تسخن مني، مهم جدا ان هي تفضل ساقعة. وهنا استخدمت زبدة فرن، ومعايا كمان 6 اصفر بيض، وهنا استخدمت الصفار بس واستغنيت عن البياض لان البياض اللي بيدي تماسك للبيتي فور او ممكن يخليه ينشف، فلو عايزين بيتي فور ناعم اكتر فاستخدموا الصفار بس. ومعايا كمان كوبايتين من السكر البودرة، كوبايتين اللي معلقتين كبار اللي هما 300 جرام من السكر البودرة، ومعايا كمان فانيليا. اول حاجة بولة بنزل الزبدة وبضيف عليها السكر البودرة وبقلبهم كده مع بعض عشان لما اجي اخفقهم من المضرب السكر ما يطيرش في كل حتة. بخفقهم بالمضرب لمدة دقيقتين على السرعة الهادية، وبعدين بعلي السرعة وبستمر في الخفق لمدة يعني 5 دقايق تقريبا لحد ما قوام الزبدة بتاعي يفتح ويبقى هش بالشكل ده كده. هبدأ بقى اضيف صفار البيض واحدة واحدة، هضيف كل واحدة وبعدين لما تندمج هضيف اللي بعدها عشان الخليط ما يهبطش مني، ما بضيفهمش مرة واحدة، وهستمر بالشكل ده لحد ما اخلص كمية الصفار اللي معايا. وبعد كده هضيف معاه الفانيليا. اول ما الخليط يندمج معايا هوقف خفق على طول. زي ما انتم شايفين قوام الخليط معايا كريمي ازاي. هبدأ بقى اضيف الدقيق جزء جزء برضه عشان الخليط ما يهبطش معايا، والدقيق زي ما قلت لكم انا نخلاه، هضيفه كده هضيف جزء وادمجه مع الخليط. الاول هستخدم السباتولا، اول ما احس ان الجزء اللي ضفته اندمج هضيف الجزء اللي بعده. لما الخليط بقى يبدأ يتقل معايا هبدأ ان انا استخدم ايدي واعجن، ونخلي دايما اخر نص كوباية من الدقيق ما نضيفهاش غير لما نحتاجها. يعني لو حسيت ان الخليط معايا او العجينة اتشكلت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من غير ما اخلص كمية الدقيق، مش لازم اضيفها كلها، اهم حاجة تبقى عجينة زي ما انتوا شايفين كده مش متماسكة عشان تمشي معايا في الكيس الحلواني او المكنة، تمشي معايا كويس وتبقى طرية. عجينة كده بتشبط وبتلزق مش متماسكة خالص. انا هنا بقى قسمت العجينة بتاعتي عشان اعملها بالنكهات والالوان اللي احنا هنعملها مع بعض، قسمتها على 5 بولات ومعايا هنا اكتر من لون واكتر من نكهة. هنبدأ اول حاجة نعمل بطعم الفراولة. هنا حطيت شوية من طعم الفراولة، وهحط معاها كمان نقطتين من اللون الاحمر، وبعدين هعمل بطعم البرتقان احط شوية من ريحة البرتقان ومعاها لون اورنج. والريد فيلفت بقى هحط شوية حلوين كده من اللون الاحمر، ومعاهم ربع معلقة صغيرة من الكاكاو، ما نكترش الكاكاو عشان لونه ما يقلبش على بني. وهنا بقى هعمل بالشوكولاتة، حطيت شوية من الكاكاو البودر ومعاها قطعة زبدة عشان الكاكاو ما تنشفش العجين بتاعتي. هبدأ بقى اقلب كده كل الالوان والنكهات اللي انا حطيتها دي، اقلبها كويس جدا مع العجين واعجنها كويس جدا. وده كده شكلهم في الاخر قطعة عجين سبتها بيضة زي ما هي، وعملت اللي بنكهة البرتقال والفراولة والريد فيلفت والشوكولاتة. هبدأ بقى هنا اشكلهم. اول حاجة هحطهم في كيس حلواني، وده القمع بتاع بلح الشام، والصينية بتاعتي مدهونة او ممسوحة بمسحة زيت كده بالمنديل. هبدأ كده زي ما انتم شايفين ماشية في كيس الحلواني حلو جدا، العجينة معانا طرية. في الوقت ده بقى هكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، بدخله في الرف اللي في النص. المفروض ان هو ما ياخدش لون، يعني يطلع لونه فاتح زي ما هو، بياخد 10 دقايق ربع ساعة لحد ما يطلع معايا بالشكل ده. زي ما انتم شايفين ما فرش قوي ومفرغ كده، والعجينة خفيفة معايا ولونه حلو قوي، بيطلع كده لونه فاتح زي ما انتم شايفين، تسويته مظبوطة من فوق ومن تحت. وهنا برضو هستخدم المكنة معاكم واعمل بقى كل التشكيلة اللي احنا عملناها مع بعض دي كده. العجينة اللي بنكهة البرتقان اللون الاورنج باين فيها، وتقدروا بقى تزودوا اللون زي ما تحبوا، تزودوا برضو الطعم زي ما تفضلوا. دي كده الاشكال اللي انا بشتغل بيها. هعمل تشكيلة بدخلها الفرن على نفس درجة الحرارة، ومفروض برضو ان هي ما تاخدش لون خالص عشان اللون الحلو ده ما يغيرش معايا والاقيها يعني
لو اخدت لون بيبقى شكلها مش لطيف، بالذات اللي هي بتبقى العجينة الملونة. ودي الاشكال اللي انا بشتغل بيها. ودي عجينة الريد فيلفت، وقبلها كانت عجينة الفراولة. وهنا حبيت اعمل معاكم كده فكرة برضو، حطيت قطع من العجين الابيض او الفانيليا وقطع من الشوكولاتة يكونوا قد بعض بالظبط، عشان يبقوا متساويين كده، وبدمجهم مع بعض وبدخلهم المكنة بتاعتي، وبظبط الفورمة في النص. ونخلي بالنا واحنا بنلف ان هي الفورمة متلفش معانا، نبقى ظابطينها على نص العجين عشان الرسمة بتاعتي ما تطلعش ملوحة. هتشوفوا دلوقتي بتنزل معايا من المكنة مظبوطة من النص بالظبط، تبقى برضو شكلها حلو قوي. الفكرة دي دايما بحب اعملها. ودي هنا بشكل العجينة اللي هي بالشوكولاتة السادة. دخلهم بقى الفرن، واول ما بيبردوا ممكن بقى ان احنا نشكلهم. هنبقى نحط كده، انا هنا معايا مربى مشمش ونوتيلا، تقدروا تحشوها باي حشوات انتوا تفضلوها. انا هنا حطيت واحدة مقفولة على واحدة فيها جزء مفتوح كده، وحطيت بينهم مربى مشمش. هنا برضو هحط النوتيلا على البيتي فور النص ونص، نص فانيليا ونص شوكولاتة. والنوتيلا بلاش تبقى سايحة قوي عشان ما تطلعش من الجوانب مني، وبرضو ما نبالغش في لما نحط المربى عشان برضو ما تطلعش من الجوانب، ويبقى شكله نضيف من بره، وما يبقاش فيه يعني كده باين اي حشوات فيه من بره، يعني بيبقى شكله مش لطيف. هستمر بقى في الحشوات زي ما تفضلوا. وممكن برضو تحشوها بشوكولاتة، نوتيلا بيضة، اي حاجة متاحة عندكم، اي حاجة تفضلوها. ممكن برضو انتوا تحشوه مربى فراولة للنكهات الفراولة بالذات، يعني زي ما تفضلوا. انا هنا برضو الريد فيلفت حشيته بالنوتيلا. هكمل بقى كل الكمية بتاعتي بالشكل ده. وهنا جبت شوكولاتة بيضة وشوكولاتة غامقة وسيحتهم على حمام مائي، وحطيت على كل واحدة معلقتين زيت كبار عشان تبقى طرية معايا وتدي لمعة. وببدأ بقى احط البيتيفور فيها كده، واي سبرينكلز بقى متاحة عندي، اي افكار بقى تزيين. هنا هوريكم شوية افكار تقدروا بقى تستخدموا الحاجات المتاحة عندكم. واحطها كده على شبكة او على ورقة زبدة عشان يعني الشوكولاتة تنزل عليها. اهم حاجة ان انا اصفيها من الشوكولاتة كويس جدا، ما خليش الشوكولاتة طبقة كبيرة عليها، ما تبقاش شكلها لطيف. وهنا بقى بضيف اي الوان سبرينكلز عندي او اي فرماسي. وبالنسبة بقى للشوكولاتة السادة، فضلت ان انا احطها كده في الشوكولاتة من فوق كده تغطي الوش بتاعها. وهنا برضو عندي سبرينكلز من اللي هو يعني مفضل او ذهبي، عندي اكتر من لون برضو حبيت ان انا ازين بيه. والريد فيلفت برضو بحط كده نصها في الشوكولاتة البيضة، وبزينها برضو بالسبرينكلز اللي هو شبه الوان الدست كده، برضو حلو قوي. هنا حبيت اوريكم شوية افكار بقى تقدروا ان انتوا تنوعوا فيها. وهنا حطيت الشوكولاتة في كيس حلواني، وبدأت ان انا اعمل بيها نقط كده. دي برضو الفكرة دي كنت عملتها معاكم السنة اللي فاتت. بدأت كده ان انا ازين بيها، وان انا اعمل خطوط على البيتي فور بتاعي، وبرضو برش شوية من السبرينكلز. يعني كلها افكار بقى تقدروا ان انتوا تنوعوا فيها زي ما تفضلوا. وبالنسبة بقى للبيتي فور الشوكولاتة، حبيت ان انا اعمل عليه كده خطوط بالشوكولاتة البيضة برضو. يعني بقى كل دي افكار تقدروا ان انتوا تنفذوها كلها، تنفذوا جزء منها لو حابين ان انتوا تعملوا البيتي فور بس فانيليا وشوكولاتة، حابين ان انتوا تعملوا نكهات زي ما عملت، او حابين ان انتوا تعملوا نكهات تانية بألوان تانية برضو زي ما تفضلوا. كلها افكار بقى تقدروا ان انتوا تجددوا وتغيروا فيها زي ما تحبوا. بس بجد فكرة البيتي فور ان هو يبقى نكهات مش الوان بس، دي فكرة بجد رائعة. يعني كل بيتي فورات تحسوا ليها طعم لوحدها، وتحسوا هي مختلفة. مش كله بيتي فور وخلاص، او كله يعني طعم واحد، لا كل واحدة ليها طعم مختلف، وتحسوا ان انتوا كده بتنويعة كبيرة وطعم حلو قوي.
بوتيفوراية ناعمة وهشة وطعمها بجد حلو قوي. اتمنى تكون الافكار عجبتكم وتجربوها، ويا ريت يا ريت لو جربتوها تقولي رايكم. وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكم كل اشعارات فيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله.